السلام عليكم الاخوه الكرام لهذا الفيديو. هذه حلقه جديده من قناه الماتش تي في. ان شاء الله في هذا الفيديو نتكلموا على المباراه القمه اللي غادي تكون اليوم في اياب دور ربع النهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق الاهلي المصري. كلشي كنعرفوا الاخوان ان الاهلي ربح الرجاء ب2-0 في القاهره. اليوم الرجاء مطالبه بتسجيل هدفين من اجل التعادل ما بين مباراه الذهاب والاياب. مهمه صعبه خصوصا انها تلعب مع اهلي القرن، يعني اهلي اللي معروفه في الساحه الافريقيه، كذلك الاهلي الذي يبتسم له الحظ. هذا الفريق عنده واحد الحظ كيهرس الحجر صراحه. كنشوفوا هذا الفريق شحال من مره كيبتسم له الحظ في الادوار المجموعات والادوار الاقصائيه، والدليل في دور المجموعات يعني كان قريب ما يتقصى، ولكن في اخر الثواني الفريق ابتسم له الحظ وتاهل في المرتبه الثانيه مع ميلودو سان داونز الجنوب الافريقي. اليوم الأهلي ستأتي إلى الدار البيضاء من أجل الدفاع والضرب بالمرتدات، خصوصا أن الفريق كان ربح في بلاده 2-0، بالتالي غادي يجي يحاول أنه يجري الماتش هنا في الدار البيضاء. مندير الكبير يجب عليه الضغط من الدقائق الأولى، ويجب عليه أن يفعل البناء الهجومي بطريقة اللي هي جيدة. المهمة ليست سهلة أمام الأهلي الذي ستحاول غرق جميع المنافذ. يجب على الرجاء أن تبني العملية الهجومية بطريقة جيدة مع الحذر من التسرع والأخطاء في التمريرات. على أي التشكيلة اللي ربما يعتمد عليها مندير الكبير في هذه المباراة: في حراسة المرمى غادي يكون الزنيتي، محور الدفاع غادي يكون مقدم وحركاس، غادي يكون بولكسوت وبنت تايك، يعني بنت تايك غادي يلعب كظهير ايسر وبولكسوت كظهير ايمن، فيما محور الدفاع غادي يكون مقدم وحركاس. لاعب الارتكاز غادي يعتمد مندير الكبير على اهولو، ورباعي خط وسط الميدان غادي يكون الزرهوني والمكعازي زريدة وبوزوق، فيما رأس الحربة غادي يكون خابة. يعني التسعة تاع الرجاء غادي يكون لاعب خابة اللي كنعرفوه كيقدم مستويات اللي هي كبيرة مع فريق الرجاء الرياضي. المدرب الكبير غادي يعتمد على خطة 4-1-4-1 اللي كتحول 4-3-3. يعني من تكون الرجاء في حالة البناء غادي تكون الخطة تاع الرجاء هي 4-3-3، ولكن من تكون الكرة عند الأهلي المصري الرجاء غادي ترجع تدافع ب4-1-4-1. وخص الرجاء تبني العمليات الهجومية كما قلت لكم بطريقة مزيانة، وحذر من الأخطاء وحذر من التسرع. يعني التسرع كيضيع عليك الفرصة ويقدر ترتكب فيها أخطاء اللي تمرك عليك شي هدف. ورانا عارفين أنه إلى مشات الأهلي سجلت النابت هنا في كازا، فربما نقدر نقول لكم بصفة رسمية ودعت فريق الرجاء الرياضي، وهادشي اللي ما باغيينوش. على أي كل التوفيق لفريق الرجاء الرياضي في هذه المباراة. الجمهور راه داير اللي عليه الجمهور، يعني سرى جميع التكيات، الملعب غادي يكون يدور. بقي اللعابه انهم يشكروا هذا الجمهور في المستطيل الاخضر. على اي هادشي اللي كان في هذا الفيديو. نتلاقاكم بعد نهايه المباراه ان شاء الله. غادي ندير واحد الفيديو على المباراة وكيفاش كانت المقابلة، وكذلك غادي نحل مباراة الوداد اللي تأهلت أمام سيمبا. كلشي إن شاء الله غادي يكون في فيديو ما بعد مباراة الرجاء والأهلي. إخوان قبل ما تخرجوا ما تنساوش أنكم تابونوا في القناة وديروا جيم وبارطاجوا وتشاركونا في التعليق، ونتلاقاكم فيديو قريب. قليلا نودعكم، السلام عليكم.